ولما نقول روح يا ابريل، تعالى يا ابريل، هتلاقوا ابريل جاي لنا بايه؟ ابريل عاده يرتبط عند الكثيرين بالكذب. كذبة أبريل لها معنى الوقف في هذا اليوم، ونقول فيها إن كذبة أبريل أو كذبة نيسان هي باللغة الإنجليزية أبريل فولز داي، ودي مناسبة بيتكرر فيها أو تتوافق مع الأول من شهر أبريل. وقالوا أن على مدار هذا الشهر هناك الكذب والخداع للآخرين، قد يطلق فيه النكات وخداع البعض لبعضهم الآخر. وبنأكد مع حضراتكم أن كذبة أبريل دي إبداع أو بدعة أوروبية تحديدا، وكان تقليد أوروبي، وقيل عن الشخص اللي بيكذب عليه أو بيكون يعني ضحية هذه الكذبة أنه ضحية كذبة أبريل. وبنقول لحضراتكم ان كذبة ابريل دي تقليد اوروبي، يعني الشخص اللي ممكن يصدق الكذبة دي او الاشاعة دي بيطلق عليه ضحية كذبة ابريل. وناس كتير استقصت عن اصل كذبة ابريل، منهم اللي قال ان دي كعادة بدأت في فرنسا، وده كان مع التقويم اللي وضعه تشارل التاسع في سنة 1564. هناك اراء اخرى بتقول انه يعني ربما يكون البابا غريغوري الثالث ده اللي كان في نهاية القرن السادس عشر هو ممكن يكون يعني سبب حاجة مشابهة لده. لكن يعني تعالوا هنا إلى قصص كانتربري، ده كتبها جيفري شوسر. ده انقضت النظريات ديت، وكان هناك حكاية بتطلق عليها كذبة أبريل، وبتعود للقرن الرابع عشر قبل قدوم البابا غريغوري الثالث عشر. يعني احنا بنتكلم ما بين فرنسا وما بين إيطاليا أيضا أو اسكتلندا، وهناك العديد من المسميات. يعني هم في بريطانيا بيقولوا على الضحية مثلا ضحية كذبة أبريل، أما في فرنسا بيسموه اسم السمكة اللي هو ضحية كذبة أبريل، بيسموه السمكة. أما في اسكتلندا فبيسموها نكتة أبريل. ده فيما يخص الكذب، يعني بيقولوا إن نشأة الكذب دوت كان في القرون الوسطى، وده كانوا عادة بيقولوا عليه في شهر أبريل اللي هم بيسموه وقت الشفاعة للمجانين وضعاف العقول، فعشان كده كانوا بيقولوا عليه عيد جميع المجانين زي أسوة بعيد جميع القديسين. كذبة أبريل كانوا بيقولوا ان هي في اليوم الاول من ابريل، لكن عادة شهر ابريل تحديدا بيقال انه يكثر فيه الكذب بطريقة او اخرى، او النكات لارتباطه بالاعياد او الربيع او غير ذلك، فمرح وتهريج او هزار وما الى ذلك. نقدر نقول ان شعوب العالم كلها ممكن يحدث فيها كذبة ابريل في الاول من ابريل الا شعبين اساسيين، وهما الشعب الالماني والشعب الاسباني. الشعب الألماني يعني اليوم ده مقدس عنده لأنه بيوافق ميلاد بسمارك اللي هو الزعيم الألماني الشهير المعروف. أما في أسبانيا فده بيعتبر من الأيام المقدسة عندهم، ما ينفعش فيه الكذب. وفي رومانيا كان هناك العديد من الوقائع الشهيرة اللي بيقولوا ان هي كانت اساس كذبة ابريل. يعني بيقولوا مثلا ان كارول ده كان ملك اسبانيا، كان بيزور احد المتاحف في المانيا، وبعدين في الاول من ابريل يعني سبقوا رسام، والرسام ده رسم عملة يعني نادرة على ارضية المتحف، وكان يعني امر الملك انه احد الحراس يميل وياخد العملة دي، فاكتشف ان هي رسمة على الارض. بعد شوية الرسام ده عمل حاجة تانية برضه في المتحف ده، ورسم سجاير كأن السجاير دي مولعة، فالناس بدأت يعني تلحق ان هي تاخد السيجارة او تطفيها، وتكتشف ان هي رسمة على ارضية هذا المتحف. ايضا كان هناك وقائع يعني شهيرة، يعني كتبوا او نشرت احدى الصحف ان خبر جاء ان في سقف يعني احد محطات سكة الحديد وقع وقتل العشرات واصيب المئات وغير ذلك. والخبر ده أصاب الناس بهلع، ويعني الصحيفة أصلا لم تتحرى الدقة قبل نشره، وإن الخبر ده أصلا يعتبر أكذوبة. لكن الصحيفة هنا يعني أصدرت ملحق بتكذب فيه الخبر، وبتقول إن كان يجب على المسؤولين إنه ما يحكموناش ويدققوا في الخبر، لأن النهارده 1 أبريل وكان المفروض إن إحنا نكذب بخبر كبير زي ده. وايضا كان للندن يعني شيء مماثل في نصيبها من الكذب، وده كان تحديدا في سنة 1860 لما راح مئات الدعوات للمواطنين في انجلترا، وما يطلق عليه يعني دعوة لحفلة غسل الأسود، ودي قالوا ان هي هتكون موجودة في لندن عند برج لندن الشهير. وللأسف الشديد مئات من الناس راحوا فيما يخص الحفلة المزعومة، واكتشفوا انها واحدة من كذبة ابريل. ونقدر كمان نقول لحضراتكم ان هناك كذب عابر للقارات، يعني
هناك صحيفة ألمانية نشرت خبر سنة 1905 وقالت فيه إنه اللصوص حفروا نفق تحت وزارة الخزانة الأمريكية وسرقوا كل الذهب اللي موجود والفضة الموجودة، وحددوا كمان بالظبط ان قيمة المسروقات كانت 268 مليون دولار. الخبر ده انتشر والعالم كله يعني تلقى في الاخبار بهذا المعنى، لكن الصحف الاوروبية والامريكية وغيرها، لكن في النهاية اكتشفوا ان الخبر ده من خيال من كتبوه. وتاني في بريطانيا هتلاقوا ان في شخص يعني ارسل مئات الرسائل البريديه لاشخاص وقال لهم تتصلوا يوم 1 ابريل من الساعه 8 للساعه 10 على التليفون ده لبعض الاعمال، وده كان سبب من اسباب ان الراجل صاحب التليفون ده انشغل طول اليوم او طول الساعتين دول من 8 ل 10 يقعد يرد على التليفون وشغلوه بهذه الطريقه. ايضا هناك بعض المآسي المرتبطه بكذبه ابريل، وقيل بان كان يعني احدى السيدات الانجليزيات الحريق يعني نشب في المطبخ عندها وطلعت في الشباك تنده وتنادي والحقوني الحقوني الحقوني، طبعا مفيش حد لحقها. ليه؟ لان هم تخيلوا ان دي واحده من كذبات ابريل. وايضا هناك الكثيرون اللي بيربطوا بين كذبة ابريل ومهرجانات مثل مهرجان هيلاريا، وده بيعني باللاتينية البهجة، وده كان موجود في روما القديمة وبيرتدوا الملابس التنكرية. ايضا كان اليوم ده بيجي بعد مهرجان اسمه مهرجان هولي في الهند، او مهرجان شيزادا بيدار في فارس، او عيد المساخر اليهودي. والغريب ان 3 اعياد دي ايضا بتيجي مع يعني اوائل الربيع ويكثر فيها المرح والهرج أيضا. وختاما أيها السيدات والسادة، نؤكد على حرمة الكذب. ليس لدينا كذب، الكذب حرام في الإسلام، الكذب حرام في ذلك اليوم وفي غيره، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بغيره في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا فيما يخص تشبه بالاحتفالية نفسها. أما يعني الكذب نفسه فلا عليه يعني من الله ما يستحق. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب حتى ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أسأل الله أن أكون أو تكونوا وأكون معكم، أو أكون وتكونوا معي من الصادقين الصديقين المهديين، من يقول الصدق ويتحروه، ولا دعوة ولا يوجد لدينا كذب.